أنا اللي رميت كل ما أملك في النيل، والسبب ما يخطرش على بال حد أبدا. أنا صبري، عمري 60 سنة، متجوز وعندي ولد اسمه فهد عمره 30 سنة، وبنته عمرها 28 سنة اسمها نيرة. حكايتي بدأت من 10 سنين لما كنت موظف على قد حالي، ويدوب مرتبنا بيكفينا لآخر الشهر، وبنستلف عليه لو حد فينا احتاج علاج. وفي يوم مراتي نادية قالت لي: بقولك ايه يا صبري، ايه رأيك لو نزلت اشتغل في مصنع؟ انت عارف ان خياطة شاطرة وعلى يدك بشتغل على المكنة زي الفل. زعلت جدا وقلت لها: وهو من امتى وانا بسمح لك تشتغلي بره البيت يا نادية؟ مش كفاية تعب ظهرك اللي مش بتنامي منه كل ليلة عشان تخيطي للجيران ملايات وستاير؟ كفاية قوي اللي انت شايلاه يا بنت الناس، وبكرة ربنا يعدلها من عنده، ومحدش عارف ايه اللي هيحصل بعدين. قطع كلامنا ابن فهد اللي جه من بره وقال لي وهو حاطط وشه في الارض: بابا، انا في حاجة عايزة اقولك عليها. انا بصراحة بقالي شهر بشتغل في مطعم من غير ما حد يعرف، ومرضتش اقول لكم عشان عارف الظروف، وانا النهاردة قبضت وخدت نص المرتب عشان اصرف بيه على نفسي، وده النص التاني اتفضل يا بابا. انا عارف ان اختي نيرة كانت عايزة فلوس للملازم بتاعتها. قلبي فرح وحزن في نفس الوقت. فرحت ان ابني كبر وبقى راجل قد المسؤولية، وحزنت ان بسبب قلة حيلتي ابني نزل يشتغل وهو بيدرس. ونادية عشان تخفف عني حزني قالت لفهد: جدع يا فهد، ايوه كده، ساعد ابوك في المصاريف، وبعدين انت وابوك سندنا انا واختك بعد ربنا. انا هروح افرح اختك بفلوس الملازم دي، وهعمل لك حاجة حلوة تاكلها. كان بيتنا دافي رغم قلة الفلوس واحتياجنا ليها. ومرت الايام وكان ربنا بيبعت لنا رزقنا. وفي يوم جات لي مكالمة من مرات خالي وقالت لي: الحق يا صابر، خالك حالته خطيرة ونقلناه على المستشفى. جريت انا وولادي ومراتي على المستشفى عشان نطمن على خالي اللي كان في التمانينات، ومراته هي كمان كانت زيه وما كانوش مخلفين. ونادية قالت لمرات خالي: ما تقلقيش يا طنط، احنا هنفضل معاكي ومش هنسيبك، وبإذن الله خالي فتحي هيخف وهيبقى زي الفل. ردت عليها وقالت لها وهي بتعيط: يخف ايه بس يا بنتي، فتحي خلاص في ايامه الاخيرة، والمرض اكل كل حاجة فيه، وهو على يدي كل يوم حالته بتتدهور. سبتهم يتكلموا ودخلت اطمن على خالي، والدكتور قال لي: للأسف يا أستاذ صبري، الحج كلها ساعات ويقابل وجه كريم، ومفيش حاجة بإيدينا نعملها، وربنا هو الشافي. قربت من خالي ولقيته بيبصلي بالعافية وبيقولي: أنا متشكر جدا يا ابني، متشكر إن أنت ومراتك وعيالك ما سبتونيش لحظة، وكنتوا بتيجوا وتشوفونا من وقت للتاني. أنا عارف إني ما عنديش حد يزورني، وعنايات مراتي لو عاشت النهاردة مش هتعيش بكرة، وأنا عندي فلوس كتير قوي وسبايك دهب جمعت فيهم طول عمري، وحرمت نفسي وحرمت عنايات من كل متع الدنيا، لدرجة إني استخسرت إننا نصرف على العلاج عشان الخلفة. وهو آخرتها إيه؟ مدايم غير وجه الله. خدهم انت يا حبيبي واتهنى بيهم انت ومراتك وعيالك، وروحوا عيشوا مع عنايات، وخلي بالكم منها لحد ما يجي اليوم اللي تحصلني فيه. ودي كانت آخر حاجة خالي قالها لي، وبعدها قابل وجه كريم، وخلصنا كل إجراءات الدفن أنا وفهد ابني، ودفناه ورحنا نقعد مع مرات خالي في بيتهم. وبعد أسبوع حضرت حاجتي أنا والولاد عشان نمشي ونعيش مع مرات خالي. لكن مرات خالي قالت لي: رايح فين يا صبري؟ هو في حد بيمشي من بيته برضو؟ أنا وخالك اتفقنا إننا نكتب لكم كل حاجة، وأنا ما فاضليش غير وديعة باسمي هاخد رعها كل شهر أصرف بيها على نفسي ونص البيت، غير كده كل حاجة بقت بتاعتك. تعال معايا يا ابني.
مرات خالي أخدتني من إيدي ودخلتني أوضة خالي وفتحت الخزنة بتاعته، وهنا كانت الصدمة اللي خلتني مش عارف أنطق. لقيت قصادي سبايك دهب كتير جدا، ومرات خالي قالت لي: خالك ما كانش بيحتفظ بفلوس، كان بيجمد كل فلوسه دهب، وهو دلوقتي بقى ملكك. ما كنتش قادر أصدق اللي بيحصل لي. في يوم وليلة كده قعدنا مع مرات خالي في البيت، وكنا واخدين بالنا منها، وكنا شايفين كل طلباتها. وبعد 2 سنين اتوفت مرات خالي، وبقت كل حاجة لينا، وأنا كنت الوريث الشرعي الوحيد. وكنت كل يوم أقعد في أوضة خالي وافتح الخزنة واتفرج على الدهب. وقررت ان اطلع معاش مبكر ومخرجش من الأوضة دي نهائي. وقلت لنادية: اعملي حسابك، انا بس اللي هنام في الأوضة دي، وانتي نامي في أوضة تانية لوحدك، البيت كبير ومليان اوض. استغربت وقالت لي: من امتى وانت بتنام لوحدك يا صبري؟ قلت لها: من هنا ورايح، ويا ريت بقى تخفي ايدك كده في المصاريف شوية، مش كل يوم لحمة وفراخ. في مثل بيقول: خد من التل يختل. سكتت ونفذت طلبي. وعدت الأيام وأنا عايش في أوضة خالي ومش بخرج منها، وحتى الفطار والغدا والعشاء كنت باكل فيها ومش بفارقها أبدا. وكبر فهد ونيرة، وبقت نيرة عندها 28 سنة وفهد 30 سنة، وكبرت مشاكلنا زيادة وخلافاتنا ما بقتش بتخلص. وفي يوم وقفت قصادي نادية وقالت لي: أنا مش فاهمة ليه كل ما يجي عريس لنيرة بترفضه، البنت كبرت وقربت على 30. رديت عليها وقلت لها: عشان كل واحد فيهم دخل على طمع وعايزنا أجهزها، وأنا مش هجهز ولا هدفع مليم في جوازة، واللي عايزها ياخدها بشنطة هدومها، أظن ده حقي، واللي معهوش ما يلزموش. ردت عليا وقالت لي: يا راجل، هو في حد بيعمل كده في الزمن ده؟ الجواز دلوقتي بقى مشاركة، ولازم كل واحد يجيب حاجة. وبعدين انت يعني ناقص فلوس؟ ده انت عمرك ما كنت بخيل، دلوقتي لما ربنا كرمك مش عايز تصرف علينا؟ فوق يا صبري قبل فوات الأوان. رديت عليها وقلت لها: انسي زمان وأيام زمان، وبعدين كل واحد يشتغل ويصرف على نفسه. أنا خلاص ربيت وكبرت، محدش يطلب مني فلوس تاني. وهنيرة بتشتغل، خليها تجهز نفسها من مجاميعه، وبعدين أبقى وافق على عرسان يا ست نادية. كانت نيرة مش بتتكلم، وفعلا كانت بتجهز نفسها. أما فهد كان شايل نفسه هو كمان، وكان جايب شقة بالتقسيط عشان يتجوز فيها. وفي يوم لقيته بيقول لي: بابا بابا، أنا عايز أخطب، وطالب منك تيجي معايا عشان نتفق على كل حاجة. رديت عليه وقلت له بكل غضب: عايز تتجوز؟ طبعا طمعان إني هساعدك في الجوازة، لكن انت عارف اللي راسي على اختك هيرسى عليك، انسى ان اساعدك. رد عليا وقال لي: ما تقلقش يا بابا، انا مش عايز من حضرتك مساعدة، كل اللي طالبه منك انك بس تيجي معايا. وفعلا رحت معاه عشان نتقدم للعروسة، وكانوا ناس محترمين جدا واتفقوا على كل حاجة. وعدت الأيام وأنا كل يوم بخاف على الدهب أكتر، وبتمسك بيه أكتر وأكتر، وكنت بصرف من المعاش وبس. ولما نادية طلبت إن أزود لها المصروف بسبب علاجها اللي بتجيبه كل شهر، اتعصبت جدا وعليت صوتي عليها وقلت لها: انسى ان مدي ايدي على جرام واحد من الذهب، ولو المصروف مش مكفي انزلي اشتغلي. لقيتها صعب عليها نفسها وقالت لي: بقى انت رفضت تنزلني اشتغل وانا صغيرة، عايز ننزل دلوقتي يا صبري بعد ما ربنا كرمك من وسع؟ كتر الف خيرك. وكان فهد ونيرة بيجيبوا العلاج لأمهم كل شهر، وكنت بعمل نفسي مش واخد بالي. وفي يوم تعبت ودخلت المستشفى، ونبهت على كل اللي في البيت محدش يجي جنب اوضتي ابدا، ولما اخرج هعد الذهب، ولو لقيت حاجة ناقصة هتهمهم بالسرقة وهحبسهم كلهم. وعدى عليا اسبوع وانا في المستشفى، وكنت بدعي ربنا خف عشان بس ارجع اوضتي ومخرجش منها نهائي.
ولما خرجت دخلت اوضتي بسرعة واطمنت على الدهب، وقلبي استريح لما شفته قصاد عيني، ورجعت تاني مخرجش من اوضتي. والايام عدت وفهد ابني اتجوز، وبنتي نيرة جهزت نفسها بفلوس شغلها، وفهد اخوها كمان ساعدها. ولما جالها عريس قعدت معاه ووافقت عليه ما دمت مش هدفع مليم، واي فلوس كان فهد بيشيلها، وكان بيصرف على البيت وعلى نادية، وما كنتش بسأله جايب الفلوس دي كلها منين. وفي يوم جات لي تاني جلطة في القلب، ودخلت العناية المركزة، وكانت حالتي خطيرة جدا. وقتها قلت لنفسي ازاي اموت زي خالي من غير ما اتهنى بذهبي؟ ازاي في الاخر نادية والعيال هم اللي يصرفوا ويتمتعوا وانا اخري اتلف في الكفن؟ هربت من المستشفى وروحت البيت وانا باخد نفسي بالعافية وبقاوم كل التعب اللي انا فيه. ولما وصلت البيت نادية اتخضت وقالت لي: انت جيت هنا ازاي؟ مالك يا صبري؟ بصيت لها بكل غل وقلت لها: طبعا قاعدة مستنية خبر موتي مش كده؟ عايزة تاخدي الفلوس انت وعيالك وتصرفيها وتقولوا الله يقحمه كان مزنقها علينا، انا مش هخليكم من بعدي تتهنوا بمليم وانا ميت. وطلعت اوضتي ولميت كل الذهب، وكانت نادية بتحاول تحشني وتقولي: اسمعني بس يا صبري، اهدى انت تعبان، تعالى معايا نروح المستشفى. زقتها بعزم ما فيا واخدت بعضي ورحت على النيل، ورميت كل الدهب في النيل، ووقعت في الشارع من كتر التعب. ولما فقت لقيت نفسي في المستشفى ومعايا نادية وفهد ونيرة. نادية قالت لي: حمد لله على سلامتك، بقالك اسبوعين في العناية المركزة، لكن الحمد لله ربنا كتب لك عمر جديد، والدكاترة طمنتنا وانت بقيت كويس. ليه كده يا صبري؟ ليه اتغيرت بالشكل ده؟ رديت عليها وقلت لها: انا عشت طول حياتي ما حلتيش حاجة ومديون، وفجأة بقى معايا فلوس، خفت اصرفها ارجع للفقر تاني، اتحولت فجأة الراجل بخيل بدون عقل، والورث غيرني معرفش ازاي. انا رميت كل الدهب في النيل وما كنتش عارف اني هخف، ورجعت تاني ما حلتيش غير المعاش وبس. انا اسف. رد عليا فهد وقال لي: أنا اللي آسف يا بابا، أنا وماما ونيرة أخدنا الدهب لما حضرتك دخلت المستشفى أول مرة، وبدلناه بدهب صيني وبعناه، وعملت شركة استيراد وتصدير وكبرتها، وهو ده اللي فاتح البيت، وأنا كل اللي باخده يدوب مرتبي زي أي موظف في الشركة. وماما جهزت نيرة أختي. أنا عارف إن اللي عملته حرام وجايز ربنا ما يسامحنيش، لكن والله كانت نيتي خير. قلبي ارتاح وقلت له: يا فهد، انتوا شلتوا وجع وهم وحزن من جوايا كبير قوي يا ابني. الف حمد وشكر لله، انا ربنا بيحبني، عشان كده اداني درس عظيم فهمت معناه وغيرني من جوايا. انا اسف ليكم، ووعدكم اني هتغير عشانكم يا ولادي. ومن يومها وانا بطلت ابخل على نفسي وعلى اللي حواليا، واتعلمت شيء مهم جدا، إن الفلوس وسيلة عشان ناكل ونشرب ونعيش في رفاهية، لكن عمرها ما بتشتري راحة البال ولا دفى البيوت.